الله وبركاته. اهلا بيكم في كورس في الصيدليه. الناس كتير بتخش وتسالني تقول لي يا دكتور انت عامل الكورس ليه؟ او الغرض من الكورس ايه معانا؟ الكورس هيبقى نظامه عامل ازاي؟ باختصار شديد جدا هحاول اوضح لكم النهارده عينه بسيطه جدا من الكورس وهفهمكم نظام الكورس هيمشي ازاي لكل الناس اللي بتسال عن موضوع الكورس. وليكن على سبيل المثال عندي هنا في الحقن معايا هنا حط علبه السيفيترياكزون لوحدها في رصيفين 3 لوحدهم هنا بنقسمهم بنظام اللي هو ال1 جرام لوحده مثلا ونص لوحده او ربع لوحده على حسب اللي قدرات كل صيدليه. يعني عندي هنا مثلا وليكن السيفيترياكزون في منه انواع كتير جدا، في منه حاجه مثلا السيفاكزون، في منه الايبيسيفين. انا بقى بتكلم عن وليكن مثلا الزوراكسون اهو، بمسك الدواء اللي معايا بمسك الزوراكسون وابدا اشوف الماده الفعاله اللي معايا ايه اللي هي السيفيترياكزون. ده اللي انا بركز عليه في الكورس اللي هي الاسماء المواد الفعاله. عندي نوعين من الاسماء في الدواء اللي هو بنسميه التريد نيم، تريد نيم ده اللي هو الاسم التجاري اللي هو الزوراكسون، وعندي الاسم اللي هو جينيريك نيم، جينيريك نيم ده اللي هو الاسم او اسماء المواد الفعاله اللي معانا اللي هو زي مين؟ زي السيفيترياكزون. ده اللي انا بركز عليه في الكورس بتاعي، بمسك كل حاجه معايا هنا واعرف الماده الفعاله اللي معايا ايه، وبديك على سبيل الامثله الادويه اللي معايا التجاريه، بديك مثال واثنين وثلاثه، ممكن اديك 10 امثله مفيش مشكله، لكن اللي يهمني في موضوع الاسماء اللي هي جينيريك نيم. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للحقن معايا. وكذلك الامر في موضوع الاقراص وفي كل حاجه بتكلم عن الموضوع ده. كانت مثلا اتكلمنا عليها في حلقه، المضادات الحيويه دي اخذت معانا حلقتين، اتكلمنا عن الحساسيه برضه في حلقه، الحساسيه بقى بجميع انواعها سواء كان بقى افيل او ديكسا، كل حاجه متكلمين عليها بالتفصيل واتكلمنا على موانع الاستخدام والجرعات، كل حاجه الحمد لله مغطينها في الكورس. كذلك الامر برضه في الشراب معانا، متكلمين عن الشراب سواء كان بقى الاوجمانتين والعيله بتاعته كلها او كان بقى اللي هي الازيثرومايسين بقى الازوليد او بيزيسكوماكس، كل الحاجات دي برضو متكلمين عليها في الكورس والجرعات بتاعتها بتديها قد ايه والحاجات البدائل بتاعتها ايه والمثيل ايه، في فرق بين المثيل وفي فرق بين البديل. المثيل ده هو نفس الماده الفعاله اللي معايا، اما البديل ده ماده ثانيه بتأدي نفس الغرض اللي معايا. ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للحقن وبالنسبه للشراب. ده كده باختصار يعني بحاول اوضح لكم الصوره اللي احنا ماشيين عليها في الكورس ازاي. احنا خلي بالكم في الكورس بنتكلم مثلا المسكنات، بناخد كل المسكنات اللي معايا في الصيدليه سواء كان حقن معايا او شراب او اقراص معايا، بغطي كل اللي معايا، ولو في لبوس برضه بتكلم عليه. ده كده نظام في الكورس بصفه عامه. برضه تعالوا نبص بصه كده برضه هنا في المضادات الحيويه معانا هنا. بالنسبه للتابلتس برضه مقسمينها برضه لوحدها، تبقى واخده ارفف لوحدها كده بعيدا عن الاقراص الثانيه. برضه مقسمينها هنا كل عائلات لوحدها، برضه نفس الكلام متكلمين عليه برضه في الكورس. ده المضادات الحيويه متكلمين عليها في حلقتين، سواء كان حقن سواء كان شراب سواء كان اقراص معانا. وبالنسبه بقى للاحرف اللي معانا هنا، وجينا نبص هنا هتلاقي من الزد هنا لغايه الايه هنا ترتيب كده تصاعدي معايا. ده برضه متكلمين عليه، متكلمين بقى كل حاجه من الماده الفعاله. كل المطلوب من حضراتكم لما تشتركوا ان شاء الله في الكورس ان انت تتابع معايا الحلقه بحلقتها. لو انت شغال في صيدليه او بتدرب معايا في صيدليه، كل حلقه هتاخدها هتلف في الصيدليه كلها وتشوف الحاجات اللي انا بتكلم عليها وتبدا تطبق فعلا، هتلاقي الموضوع اختلف معاك كليا وجزئيا كمان، وهتلاقي الموضوع معاك بسيط ان شاء الله والدنيا مش صعبه. وبالنسبه للروشتات برضه الموضوع ده هيجي مع الوقت، الروشتات محتاجه وقت كتير ومحتاجه تدريب كتير وتعرف اسماء تجاريه كتير. ده ان شاء الله مع الوقت مش مشكله، تبدا بس معايا خطوه بخطوه وتتابع معايا. موضوع الاوتوسي ده هو اكتر حاجه بركز عليها في الكورس، لان هي اكتر حاجه بتقابلنا في حياتنا في الصيدليه سواء كانت كتدريب او كشغل. اكتر حاجه بنتعرض بيها موضوع الاوتوسي. ان شاء الله هنغطي كل الحاجات باذن الله اللي ممكن تتخيلوها في الكورس. سعر الكورس مش فيه مشكله، حاليا السعر فيه تخفيض بالنسبه لبعد كده، ان الكورس لسه شغال ومستمر. نزلنا حوالي ما يكون 18 حلقه معانا من 35 حلقه، كل ده بينزل على التليجرام. خلي بالك كل حلقه بينزل الفيديو بتاعها بالبي دي اف. البي دي اف بقى فيه جميع الادويه بنتكلم عليها في الحلقه، بالصور بالمواد الفعاله بتاعتها بكل استخداماتها، كل حاجه مهمه هنحتاجها ان شاء الله هتلاقيها في البي دي اف معانا. والجروب ده موجود على التليجرام للمشتركين بس باذن الله. اي حد عاوز يستفسر عن اي حاجه ان شاء الله يخش ويتواصل معايا على الرقم اللي هسيبه عند حضراتكم. ونشوفكم على خير ان شاء الله ونتقابل في الكورس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.